اهلا وسهلا الحبايب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو انتم في اتم الصحه واحوالكم كلها بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم فيديو جديد، الفيديو ديال هذا النهار خاص بالتفاح، المحبي التفاح. فاليوم جبت لكم 3 ديال الوصفات ديال التفاح مفيده وغنيه وزوينه بزاف، وغادي تبقى عندكم مده طويله ان شاء الله يا ربي. فاول حاجه اللي غادي نبداو بها هي التفاح اللي كيكون هكذا معلب في القريعات، كنحتاجوه باش نخضروا به هكذا اللحم، ولا نحتاجوه في التحليات، ولا نحتاجوه لي طارط. صراحه كيجي غزال وكيبقى معنا مده طويله. غادي نحتاجو في الوصفه الثانيه الكونفيتير، او لا غادي نديرو عفوا الكونفيتير. والوصفه الثالثه اللي هي خل التفاح، فتا حاجه ما كتلاح في التفاح حتى حاجه ما تلاح في التفاح. فالتفاح اليوم غادي نصايبوا بها 3 ديال الوصفات، وكما قلت لكم حتى حاجه ما كتلاح. غادي داك الجلوف اللي بقاو ان شاء الله يا ربي مع واحد شويه ديال التفاح يعني اللي يكون صاين، غادي نصايبوا به خل التفاح. نتمنى الوصفات ديال اليوم ينجحوا معكم ان شاء الله، ونتمنى تجربوهم ويلقاو الاستحسان ديالكم ويعجبوكم بزاف. اول حاجه غادي ناخذ التفاح. فالتفاح في هذا الشهر 9 اللي دا صراحه كان رخيص بزاف الحمد لله، كان تقريبا 2 دراهم ونص، 3 دراهم حتى ل 4 دراهم. يعني التفاح الممتاز كان 4 دراهم. بغينا ناخذوا هكذا على حسب الوصفات اللي غادي نخزنوهم، اولا على حسب الكونفيتير، فكنستعملوا غير التفاح الرخيص اللي كيكون هكذا مضروب مثلا في شي طريف، ويكون مثلا تقاس بالصندوق اولا صبات عليه الشتاء. فماشي مشكل نستعملوه، راه كل شيء زوين وكل شيء كنستافدوا منه، حتى حاجه كما قلت لكم ما غادي تتلاح ان شاء الله يا ربي. فاول حاجه غسلنا التفاح ديالنا مزيان، غسلته كامل. وممكن تستعملوا الخضر كيف ما ممكن تستعملوا الاحمر، وممكن انكم تخلطوهم بزوج، فماشي مشكل. اللي متوفر عندكم استعملوه. دائما كنحاول ما امكن ان الوصفات ديالي يعني كل شيء يستغلى وكل شيء يستفاد منها، وتكون سهله في المتناول ديال الجميع ان شاء الله يا ربي. فكما قلت لكم غادي هنايا نقي التفاح، نقي له الجلوف ديالو كاملين، وهاد الجلوف هادو ما نلوحوهمش على داكشي، راه غسلناه مزيان قبل. ف يعني نحتفظوا بهم ونخليوهم على جنب، لان باقيين غادي نستعملوهم ان شاء الله يا ربي. ف غادي نقيه وغادي نديروه ضروري اننا نديروه في شيمه يكون هكذا فيه الحامض. نعصر واحد الحامضه وحتى ديك القشره ديالها، يعني نديرهم هكذا في شي بانيو ونقيو التفاح. هنا من بعد ما ساليت الكميه كامله اللي عندي، راه واحد الكميه درتها هكذا مربعات باش غادي نصايبوا بها الكونفيتير، وما نساوش بطبيعه الحال الحامض، وواحد الكميه اخرى فخليتها هكذا نصوصه. يعني نقيتهم، بغيتو ديروها ربوعه ولا نصوصه راه ماشي مشكل، اولا حتى مربعات الا بغيتو ترقدوهم في القراعي، راه يعني نفس الكيفيه، غير نتبعوا النصائح والارشادات اللي غادي نعطيكم وكل شيء غادي ينجح معكم ان شاء الله. فكما قلت لكم هذاك التفاح بغينا هكذا نخضروا به اللحم، اولا نديروه كتحليه، يعني نقدموه مع ديسير، راه كيكون واعر بزاف، بحال هذاك اللي كنشريوه غالي. كيكون معلب وفيه مواد حافظه. فاللهم نستعملوه هكذا، يعني يكون عندنا في البيت وشي حاجه اللي نقيه وتحت يدنا، وكتبقى عندنا يعني المده ديال عام واكثر الى حين اننا نفتحوها، راه كيبقى مزيان وكيبقى ممتاز. فخديت هنايا هاد التفاح هذا اللي قلت لكم يعني نصوصه، فغادي نعمرو في واحد القريعات هادو اللي كيكونوا شويه كبار باش هكذا كيهزوا معنا. والقراعي كيف ما دائما اللي عندنا نستعملوه يعني ما نكلفوش على راسنا، نستعملوا غير داكشي اللي متوفر عندنا في البيت. فغادي نستفوا فيه كامل، يعني ما نخليوش بيناتهم الفراغ، يعني نحاولوا ما امكن اننا نزيروهم. وغادي يعني نخليوهم هكذا بشكل كما قلت لكم اللي نتوما كتفضلوه. يعني بغيتوا ديروهم بشكل يعني زوين ولا ماشي مشكل. فغادي ناخذ هنايا هاد القريعات من بعد ما عمرناهم، وغادي نضيفوا لهم الماء عادي ديال الروبيني. هاد القراعي ما كيحتاجوش التعقيم يعني القبلي اللي كنديروهم بالخل والماء طايب اولا نطيبوهم. فغير القراعي يكونوا مغسولين مزيان، وفي اخر غسله نغسلوهم بالماء يكون شويه سخون وصافي، ونستفوا فيهم التفاح ديالنا باش هكذا كنضمنوا التعقيم ديالنا يكون ممتاز. لان هاد القراعي باقيين غادي يطيبوا، يعني ماشي مشكل، راه تابعوهم عاد تعقيم اخر. فنضيفوا لهم هنايا الماء عادي من الروبيني حتى كيتغطى لنا هذاك التفاح ديالنا. وغادي نضيفوا لهم معلقه ديال الحامض، في كل قرعه غادي نضيفوا معلقه الحامض ومعلقه ديال السكر. ممكن ان هاد العمليه ديروها يعني في شي كاسه ولا في شي غراف كبير، تخلطوا السكر مع الحامض مع الماء وعادوا تخويوه. انا هنا فضلت ندير هكذا باش كتشوفوا الكميه وتشوفوا
تشوفوا يعني المقادير مضبوطه، تكون عندكم مضبوطه وتنجح معكم الوصفه ان شاء الله يا ربي. فهنا من بعد ما ضفنا داك السكر والحامض، الحامض باش هكذا كيبقى التفاح محافظنا على اللون ديالو، والسكر باش هكذا انا التفاح كان هنا عندي ما شاء الله حلو ممتاز. يعني ممكن انكم تضيفوا حتى 2 معالق، راه ماشي مشكل، غير باش ملي كتبغيوه ما يعني ما تضلوش عاد تحليوه، راه ممكن تاخذوه هكذاك تاكلوه، راه كيجي زوين. غادي نسدو القراعي، نسدوهم مزيان، يعني نسدوهم يكون محكم من الاغلاق، يعني ما نخليهمش هكذاك. وبالنسبه لهاد القرعه راه كنت غادي نضيف لها السكر، ولكن بغيت نشارك معكم ان حتى هي لما ضفناش السكر راه ماشي مشكل، يعني اللي بغى يخلي تفاح هكذاك بدون سكر ماشي مشكل. فهنايا ضفت لها غير معلقه د الحامض صافي وخليتها، يعني ضفت لها معلقه الحامض وصافي، وغادي نسدها، ما نديرولهاش السكر نهائيا، ونخليوها بالنسبه للناس اللي باغينها بدون سكر. صافي كناخذ واحد الطنجره اللي كتكون واسعه، يعني غتسع لي لهاد القراعي كاملين، كنحط ضروري فيها واحد الزيف لتحت، باش هكذا ملي كيبقى الماء يغلي ما يبقاوش القراعي يقرقبوا، ولا قدر الله تهرس لنا شي قرعه تما وتمشي الوصفه ديالنا كامله. وغادي نضيفو هكذا الماء عادي من الروبيني حتى كيوصل تقريبا لثلثين ديال القراعي، يعني ماشي نضيفو غير النصف، لا راه انا غادي باقي مازال نضيف له الماء، كنضيفو الثلثين ديال الماء، وغادي نرجعوهم فوق البوطه هكذا باش غادي يطيبوا على نار اللي تكون متوسطه. انا راه كنصور لكم يعني التفاصيل الممله. فنضيفو على نار اللي تكون متوسطه، وغادي نخليهم يطيبوا تقريبا واحد ساعه حتى لساعه وربع، على حسب الحجم ديال التفاح وعلى حسب الكبر ديال التفاح. غنخليهم يطيبوا وندوزو للوصفه الثانيه اللي هي الوصفه ديال الكونفيتير. فهنايا غادي نحتاج الكونفيتير دائما كنعبروا لكم بهكذا، اما بالكاس اما بزلافه، باش هكذا كيسهل عليكم انكم يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان ممكن انهم يستعملوا غير زلافه. فكل جوج لايف ديال ديال التفاح غادي نستعملوا لها زلفه ديال السكر، يعني 2 ديال المعايير ديال الفاكهه غادي نستعملوها معيار ديال السكر. فهنايا استعملت 4 زلايف ونص ديال التفاح، غادي نستعملها 2 زلايف وربع ديال السكر. والحامض كيبقى على حسب، يعني مثلا عندي هنايا الكميه غادي نستعمل تقريبا واحد 5 او 6 ديال المعالق ديال الحامض، اولا ممكن نعصر واحد الحامضه تكون فيها الماء، يعني هكذا فيها العصير، واحد الحامضه كامله نعصروها ونضيفوها يعني لهذا الكونفيتير هذا. فدائما الكونفيتير كيحتاج منا الحامض هكذا كيكون محافظ على ديك اللمعه ديالو، وكيدير واحد التوازن ما بين السكر وما بين الفاكهه. صافي من بعد غادي نضيف هكذا كما قلت لكم هذاك السكر على التفاح، وغادي نحركهم وغادي نخليهم الا درنا مثلا في الصباح غادي نخليوه ضروري حتى الليل عاد غادي نردوه يطيب، والا درناه مثلا في العشيه ولا، فمن الاحسن اننا نخليوه يبات. الا ما عندكمش الوقت فممكن تخليوه واحد 4 حتى 6 ديال السوايع، من الافضل هكذا باش تكون عندكم يعني نتيجه افضل الكونفيتور، وكيكون طلق هذاك الماء ديالو كامل، ماشي التفاح يطيب غير من برا وكيبقى لداخل محافظ بهذيك الخضوره ديالو. فتما فين غادي نمشيو نعلبوه كيخسر اولا ما كيجيش زين، اولا اللمعه ديالو ما كتكونش عنده ديك اللمعه ديال الكونفيتور. فمن الاحسن اننا نخليوه حتى كيطلق الماء ديالو كامل، وهذاك السكر كيولي بحال شكل السيرو. فمره كدا نحطوه حدانا ونغطيوه ونخليوه، مره كندوزو وكنبقاو كنحركوا فيه حتى كيطلق لنا هذاك السيرو كامل اللي كاين في يعني في التفاح. فمن بعد ما هاد القريعات هادو طابو غادي نرجعوا مره اخرى عاوتاني نرجعوا للوصفه الاولى ديالنا. فمن بعد ما طابو فغادي نحيدهم وغادي نقلبهم على هكذا على الفم ديالهم. ضروري هاد العمليه هذه ديروها، ضروري اننا نقلبوهم هكذا على الفم ديالهم، وغادي نخليهم حتى كيبردوا مزيان. عاد غادي نرجعوهم يعني نورمال نحطوهم عاديين. لهاد المرحله هذه علاش كنديروهم هكا نقلبوهم، باش هكذا داك الغطاء ديالهم كيتحكملوا الاغلاق مزيان، وكتبقى ديك التعقيم كيبقى محافظ، يعني يبقاو معنا كما قلت لكم حتى العام، راه ما غادي يوقع لهم حتى شي حاجه. ولكن يفوا يتفتحوا فصافي يعني ضروري خصهم يدخلوا الثلاجه. الا مشينا حتى فتحناهم ضروري يدخلوا الثلاجه ويبقاو معنا تقريبا مده ديال اسبوع. اما الا ما فتحناهمش فغادي يبقاو مده ديال عام وزياده. المهم الى حدود انكم تفتحوهم راه كيبقاو مزيانين، ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، وحتى اللون كيبقاو محافظين على اللون ديالهم وكيبقاو زوينين بزاف. يعني ما عندكم مناش تخافوا منهم، راه
صراحه لا شكلا ولا لونا كيبقاو يعني محافظين حتى على ديك الطراوه ديالهم. هنا راه كنوريكم، شفتوا التعسل كيفاش داير، يعني كيكونوا طايبين. هذاك التفاح كيبان لكم راه من بعد راه مشقق طايب. هنا غادي ندوزو مباشره بالنسبه لخل التفاح. فبالنسبه لخل التفاح هنايا طريفه كاع اللي خامجين، راه هنايا تعمدت انا نوريهم لكم دوك الضرابي اللي خامجين، ضروري اننا نحيدوهم، ولا هذيك الزريعه اللي كتكون يعني ما صالحاش غامله مثلا، ولا نحيدوها من الاحسن. فهنايا ضروري اننا كما قلت لكم نحيدوا اي خماج كاين، وضروري اننا نشفوا هاد القشور ديال التفاح، ضروري يكونوا ناشفين. خل التفاح باش ينجح معنا خصهم يكونوا خصو يكون ناشف من الماء، سواء التفاح اللي درنا بالتفاح او لا هكذا القشر ديال التفاح ضروري خصها تكون ناشفه. انا هنا فاش قشرتهم راه درتهم في الشبكه، ومره كنت كندور وكان يعني كنبقى كنفض فيهم هكذا شي شويه، يعني كنحركهم باش كينشفوا من الماء اللي فيهم كاملين. بالنسبه للتفاح الا استعملتوا تفاح صاين فضروري انكم تنشفوه، ما يصلحش اننا نديروا التفاح في الماء هكذا باش كنتحصلوا على واحد التفاح اللي كيكون صافي 100% ما فيهش الماء، وهذاك الماء ما كيساعدش التفاح يعني باش ما يفسدش دغيا، او داك الخل ديال التفاح ما يفسدش دغيا. صافي كناخذوا هنايا واحد السطل ولا واحد القرعه اللي عندكم، من الاحسن يكون ديال الزاج، ولكن تكون ما كتبينش يعني هكذا الضوء ديال ما يدخلهاش الضوء. صافي هنايا خديت هذاك السطل انا عندي بلاستيك ديالو يعني زوين وماشي شفاف. صافي هنايا راه وريتكم التفاحه اللي فيها اي حاجه خامجه ولا شي ضربه ما صالحاش، فمن الاحسن اننا نحيدوها. صافي كنبقاو كنقسموها غير على 4 وكنلوحوها بها بجلوف ديالها. التفاحه اللي لقاو فيها داك الجلفه شي شويه مثلا مريضه ولا ما صالحاش، فمن الاحسن اننا نحيدو كما قلت لكم اي وسخه ولا اي حاجه اللي خامجه في التفاح نحيدوها، فنخليو فقط التفاح اللي هو يعني زوين. نخليو هذوك راه ماشي مشكل نمشيو نشريو التفاح اللي كيكون مثلا النص ديالو مضروب ولا فيه شويه ديال كيكون هكذا فاسد، هذاك هو اصلا اللي كيصلح لخل التفاح، وكنقيوه وكنغسلوه وكنستعملوه راه عادي يعني ماشي مشكل. صافي من بعد غادي ندير يعني من بعد ما درت هذوك الربعه ديال التفاح غادي ندير دابا القشره من فوق منهم، وغادي نبقى هكذا كندير طبقه بطبقه، يعني مره كندير تفاح ومره كندير هذوك الجلوف هكذا. غادي نخليه يعني واحد المده عاد باش غادي نفتح عليه. وبالنسبه للوصفه ديال خل التفاح فانا غادي نشاركها معكم ان شاء الله في فيديو خاص، باش هكذا غادي تكون الطريقه واضحه ومفسره اكثر. ولان التفاح كياخذ واحد المده طويله باش يتخمر، باش يعطينا خل التفاح، باش ما يكونش عندنا شراب يعني يكون عندنا خل تفاح. فغادي نشاركوا معكم ان شاء الله فيديو خاص هكذا باش تشوفوا حتى النتيجه، وتشوفوا حتى المده اللي كيجلس فيها خل التفاح باش كيبقى كيتخمر. ان شاء الله غادي ننزلوا في اقرب القريب، غادي ننزلوا ان شاء الله باش هكذا تستافدوا من الفيديو. هنا كما شفتوا راه اي حاجه بنت لي ما صالحاش ولا فيها شويه ديال الخماج فكنحيدها، كنخليو فقط داكشي اللي صحيح وداكشي اللي زوين. وحتى هذيك الزريعه ديال التفاح راه زوينه يعني ما تخافوش منها ولا تلوحوها، بالعكس راه كلشي كيصلح، كلشي زوين وكلشي كيصلح. صافي هنايا انا غادي نكمل التفاح ديالي كامل بهذه الكيفيه هذه، وغادي نسدو ونخليه، ومره غادي نبقى كنحركو حتى كيبان لي راه رجع خل. كما قلت لكم راه غادي نشاركو معكم فيديو خاص ان شاء الله. بالنسبه للوصفه ديال الكونفيتير غادي نرجعوا لها. هانتوما كيف شفتوا داك السكر تقريبا راه كل مره كنمشي كنبقى كندوب في داك السكر، يعني كنحركو وكنشوف هذاك المحلول ديالو كيفاش رجع، يعني واش باقي فيه هاد الحبيبات ولا نخليوه مازال. قد ما بقاو الحبيبات كنرجعوهم يذوبوا. صافي هنايا من بعد ما داب لي السكر كامل فغادي نردو على النار. شفتوا هكذا راه كيرجع هذاك الماء ديال التفاح كيرجع كله بحال السيرو. صافي غادي نديروه على نار اللي تكون متوسطه حتى ناقصه. صافي نردوه ونخليوه كيطيب على المهل، يعني يطيب على راحته. وبطبيعه الحال مره كنحركوه باش هكذا ما يلصقناش في القاع ديال الطنجره. من بعد ما طاب ورجع اللون ديالو هكذا مذهب ورجع شفاف، يعني التفاح كيبان لنا التفاح كيكون شفاف، يعني ما كيبقاش الداخل ديالو مثلا بياض ولا
نص هكا ونص هكا وانما كيرجع شفاف. صافي غادي ناخذ واحد الميكسور وغادي نشدو كامل غادي نطحنو. بالنسبه للطحين ديالو ما خصوش يكون مطحون يعني بحال شكل بيري ولا بحال شكل عجينه ولا جاري. نطحنوه نخليوه مهرمش باش هكذا كيجي لنا بحال الكونفيتور ديال المشماش. وراه سبحان الله المذاق ديالو كيجي رائع رائع بزاف. بالنسبه اللي بغات تضيف له هكذا شي منكه مثلا الزهر اولا القرفه ولا الباديان فضيفوه، يعني راه ماشي مشكل. انا خليته غير هكا راه جا اكثر من رائع. كما قلت لكم التفاح كان عندي زوين بزاف وكان حلو وحتى الريحه ديالو عاطيه، فما احتاجيش انني نضيف له حتى شي نكهه. وهذا هو الشكل ديالو. دابا غادي نرجعو فوق النار غير كي تطلع معاه الغليه باش هكذا يعني غادي نعقموه منين نديروه في القراعي صافي. وغادي نبدا نديرو في القراعي. بالنسبه للقريعات هنايا فانايا يعني عقمتهم وضروري يكونوا ناشفين مزيان. يعني من بعد ما نغسلوهم بالماء طايب واحد شويه ديال الخل كنديرهم على شي زيف وكنخليوهم كينشفوا مزيان. ما نخليوش فيهم ولا قطره ديال الماء لان ضروري الكونفيتور ما يكونش فيه القريعات ما يكونش فيهم الماء باش هكذا الكونفيتور ديالنا ما كيفسدش، لان نقدروا نخليوه حتى بلا ثلاجه فراه كيبقى جيد وصالح لمده طويله. وحتى هو نفس الشيء وهو باقي سخون غادي هكذا نديرو في القريعات ونقلبوهم على الفم ديالهم باش هكذا يتزير لهم هذاك الغطاء ديالهم وما يدوزلوش الهواء نهائيا. كما قلت لكم راه كيبقى اكثر من عام. نديروه حنا بعينينا مغمضين راه كيبقى زوين وكيبقى صالح صراحه ديال الله. كيجي فن حتى الوليدات الصغار راه كيحماقوا عليه وما كتميزيش ما بينه وما بين الكونفيتور ديال المشماش ما عدا في المذاق ديالو. يعني كيجي شويه مخالف ولكن الشكل واللون ديالو راه كيجي بحال الشكل ديال الكونفيتور ديال المشماش. وممكن اننا نستعملوه في الحلويات سواء نلصقوا به الحلوى او نزينوا به راه كيجي رائع. حبيباتي هنا هذا هو الشكل النهائي ديال التفاح ديالنا. هذا التفاح معلب من بعد ما برد فهذا هو الشكل ديالو. راه كيبقى كما قلت لكم في اللون ديالو الاصلي وكيبقى زوين. وقت ما احتاجيناه كنجبدوه سواء للتحليات او لا لي طارط ولا نخضروا به اللحم. بالنسبه للكونفيتير فهذا هو الشكل ديالو. راه كيجي معسل كيجي زوين وما كيفسدش وحتى اللمعه ديالو كتكون رائعه كيجي زوين بزاف. جربوه وما غاديش تندموا. ونتمنى ان اللي جربته تخليها لي في التعاليق هكذا. كنحس ان يعني قدمت لكم شي حاجه اللي فتكم بها وكذلك شي حاجه اللي نتوما مستمتعين بها. بالنسبه لخل التفاح فكل مره غادي نبقى كندور وكن يعني كنحرك فيه هكذا وما نفتحوش عليه. من الاحسن انا ما نفتحوش عليه. شكرا حبيباتي. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وما تنساونيش من الضغط على زر الاشتراك والبارطاج ديال القناه.